السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمشاهدات في الوطن العربي الكبير، أهلا ومرحبا بكم وفيديو جديد من قناة تحليلاتكم. عقود رعاية يا جماعة، مليارات مش ملايين، مليارات للنادي الأهلي طبعا من شركة فودافون جلوبال العالمية للنادي الأهلي. التفاصيل في البداية، أهلا ومرحبا بكم في قناة تحليلاتكم. يرجى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو علشان يوصلكم كل جديد. النادي الأهلي يا جماعة دخل في شراكة رئيسية ورعاية رئيسية من شركة فودافون جلوبال العالمية للنادي الأهلي. نبدأ طبعا قبل ما ندخل في تفاصيل عقد الرعاية اللي بيخص الاستاد، ده حاجة تانية. نبدأ دلوقتي عن الرعاية بتاعة المواسم الكروية لمدة 4 مواسم من 2026-2027 إلى موسم 2030-2031. القيمة السوقية أو القيمة التي تدفعها شركة فودافون للنادي الأهلي تخيلوا كام؟ 1,222 مليون جنيه. يعني داخلين زي ما بتقول كده 1,400,000,000 جنيه، لان الربع مليار اللي هو 250 مليون، لكن فودافون هتدفع في الاربع مواسم 1,222 مليون جنيه. يعني فاضل 28 مليون علشان تبقى الصفقة طبعا 1,400,000,000 جنيه. طبعا غير المعسكرات، غير المعايشة، غير الاعلانات، غير كذا وكذا وكذا وكذا، والحاجات دي رعاية خاصة من شركة فودافون الشريك الرئيسي للنادي الأهلي من 2026-2027 زي ما قلنا لمدة 4 مواسم. ولكن مش هو الشريك الوحيد، لسه في رعاة تانيين طبعا. فده يا جماعة التيشيرت أو الشراكة الرئيسية، لكن هتلاقي لسه في رعاة هنا على الكتف، في رعاة هنا مش عارف ايه، في رعاة تحت طبعا فودافون، في رعاة طبعا هتبقى في الظهر بتاع الفانيلا او التيشيرت النادي الاهلي. فاكتر من راعي للنادي الاهلي، ولكن فودافون هي الراعي الرئيسي. على فكرة فودافون مش اول مرة تلعب النادي الاهلي وانتم عارفين كده، وبداية تعارف النادي الاهلي مع شركة فودافون كان موسم 2001-2002، وفضلنا مواصلين معاها ل 2005 او 2006، وخدنا بطولات وحدث ولا حرج. طبعا كاس العالم للاندية واليابان وما ادراك ما اليابان، والاهلي والصفاقسي وما ادراك الاهلي والصفاقسي، وبوتريكا وبركاته والجمعة والحضري كلنا عارفين، والاسطورة طبعا مانويل جوزيه. فاحنا لينا معاها تاريخ حافل مع شركة فودافون. ولكن ده بالنسبة للرعاية الاربع مواسم كروية بالنسبة لفودافون مع النادي الاهلي. ولكن هناك تفاوض ايضا وشراكة مقبلة لسه ما تمش الاتفاق عليها، ولكن يعتبر في نهاية التعاقد او مثلا الرتوش الاخيرة لاجراء هذه الصفقة، وهي صفقة التعاقد على رعاية حقوق الاستاد. يعني شركة فودافون هتبقى هي طبعا واخدة حق الانتفاع من استاد النادي الاهلي لمدة 25 سنة. مقابل ايه بقى؟ مقابل 170 مليون دولار، يعني يقارب تقريبا كده حركة 7 أو 8 مليار جنيه. ده بالنسبة لرعاية استاد النادي الأهلي. يعني لو تمت الصفقة الكبيرة جدا دي، الضخمة جدا دي، العظيمة بالنسبة طبعا للنادي الأهلي، 8 أو 7 مليار جنيه دول هيكفوا تكلفة إنشاء استاد النادي الأهلي. يعني النادي الأهلي كأنه بنى الاستاد العالمي ده بدون ما يدفع جنيه من ميزانية النادي الأهلي. ودي صفقة تبقى الأضخم تاريخيا، والأضخم حتى من ضمن الأضخم صفقات طبعا عالميا. فدي لو تمت بإذن الله، النادي الأهلي هيبقى الاستاد اسمه استاد الأهلي مثلا وفودافون، أو استاد فودافون، وفودافون هي اللي بتدير هذا الاستاد طبعا لحق انتفاع لمدة 25 سنة. وبعد كده يرجع الاستاد ده كامل مكمل بالاسم بكل حاجة للنادي الأهلي. هيبقى ساعتها ما دفعش ولا جنيه في إنشاء هذا الاستاد. ده يا جماعة لو تمت بجد تبقى شابو 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 لمجلس إدارة النادي الأهلي. خليني أقول لكم طبعا ده بالنسبة للشق الأول من الفيديو، اللي هي رعاية النادي الأهلي مع شركة فودافون، أو حتى رعاية الاستاد بالنسبة لشركة فودافون لإنشاء استاد النادي الأهلي. أما بالنسبة طبعا لتيشيرت النادي الأهلي، وده الخبر الثاني زي ما حضراتكم شايفين، التيشيرت الجديد للنادي الأهلي، تيشيرت يعني حاجة بسم الله ما شاء الله، حاجة تحفة. ولكن في بعض الرتوش اللي احنا ما كناش محتاجين عليها بالنسبة طبعا للخطوط.
الخطوط التاريخية والهوية التاريخية للنادي الأهلي اللي هي كانت الخطوط البيضاء على أي تيشيرت أحمر للنادي الأهلي، السنة دي هتتغير، هتبقى طبعا بدلوها بخطوط سوداء زي ما انتم شايفين في صورة الغلاف. خليني أقول لكم طبعا في ناس تتفق مع هذا التيشيرت وفي ناس شايفاه مش أفضل حاجة. أنا من وجهة نظري التيشيرت مش الحاجة اللي مش حاببها في التيشيرت الأحمر اللي هي الخطوط اللي مطولة دي بالطول، الأحمر الغامق مع الأحمر الفاتح. عارفين لو كانت بيجت مربعات كده زي التيشيرت الاسود تلاقي فيه اسود غامق واسود فاتح، لو هي مربعات مثلا اسود احمر فاتح واحمر غامق كده تحسها زي الكراهات كده، كان هيبقى منظرها افضل من الخطوط اللي مطوله. الخطوط دي اصلا انا ما بحبهاش بسبب يعني لها ذكريات معانا شويه مش حلوه، ايام احمد حمود ومش عارف ايه، والفترات اللي كنا بنوصل فيها بطوله للنهائي او سيمي فاينل لدوري ابطال افريقيا وكنا ما بناخدش البطوله تقريبا من موسم 2012 2013 لحد ما وصلنا لموسم 2019 وخدنا البطولة من الزمالك بالضربة القاضية طبعا من مجدي قفشة، اللي نتمنى ان هو يرجع للنادي الاهلي، افضل من لعيبة كتير على الاقل في النادي الاهلي لو خد فرصته ان شاء الله باذن الله يرجع بعد فترة الاعارة. عامة ده يا جماعة كان كل ما يخص هذا الفيديو، سواء الشراكة الرئيسية والشراكة التاريخية بالنسبة لفودافون مع النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي الجديد. في النهاية نتمنى التوفيق للنادي الاهلي المارد الاحمر. ما تنسوش الاشتراك في القناة، فعلوا اشعارات الكل واعجاب بالفيديو علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم من قناة تحليلاتكم ناصر، وخير ما نختم به هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.